نتكلم عن جوارديولا مسك برشلونة في 4 مواسم، عمل معاهم كل حاجة، دخل لقى ايتو، رونالدينهو، بيول، وكسافي، وانيستا، وداني الفيش، لقى كل اللعيبة دي، طبق عليهم نظام جديد كان بمفاجأة بالنسبة لنا كلنا، تيكي تاكا. الموضوع نفع، بقى جميل. موسم 2 بقى الموضوع يبدأ يبقى ممل، وتبتدي تبقى عارف انت لما تتفرج على برشلونة ايه اللي هيحصل في الماتش بالظبط، فضيع المتعة بتاعت مفاجأة الكورة. هو كان معاه لعيبة ممتعة، وده اللي غير شوية. اللعيبة الممتعة اللي معاه هو اللي خلتنا ما نحسش بالملل قوي مع برشلونة. ساب برشلونة وراح بايرن ميونخ موسمين، حاول يزيت المكنة ما عرفش، فمشى من بايرن ميونخ وراح رايح على السيتي. جوارديولا مع السيتي اخترع كل الاختراعات اللي في الكورة لغاية ما وصل لحل معين، ان انا وصلنا الموسم اللي فات والموسم ده اننا هنزنق الفرقة التانية في التلت الاخير من الملعب. يعني بمعنى ان في 20 لعيب من ال 22 لعيب بيلعبوا في تقريبا من 20 ل 30 ياردة. فانت بتتفرج على سيتي، انا اهو وانت اهو قاعدين هنتفرج على ماتش سيتي، عارفين ايه اللي هيحصل بالظبط، ان الفرقه التانيه هتتضغط في تلت ملعب، والكرة هتبتدي تتحرك من يمين للشمال، من الشمال لليمين، لحد ما يلاقي ثغره او حد حريف يمرقص واحد على واحد ويحطها، وهكذا. المشكله مش في السيتي، المشكله ان جوارديولا بيبتدي الحاجه ويبتدي كل مدربين العالم يغيروها. جوارديولا يدي ضربه المرمى من الحارس للمساكين، كله يعمل كده. جوارديولا يبتدي السنتره ترجع للجول، ما ترجعش للعيب الديفندر او ايا كان، ترجع للجول ويلعبها طويله، كله يعمل كده. جوارديولا يبتدي السيطره ويلعب مساك واحد على الدايره، والتسعه لعيبه التانيين طايرين كلهم، الباقي يعمل كده. جوارديولا ما يلعبش بباك يمين وباك شمال، يخلي فيه 2 مساكين او 3 مساكين، وهم اللي بيلعبوا باك يمين وباك شمال، والباك شمال يخش لجوه والباك يمين يخش لجوه، باقي الفرقه تعمل كده. فهو الفكره ان جوارديولا هو بيطبق اللي هو عايزه، وباقي الفرقه بتعمل نفس الطريقه. ففكره ان مفيش مفاجاه في الماتش اللي انت هتتفرج عليه دي بقت ممله جدا. انا بتفرج على السيتي، بتفرج على الارسنال، ببقى عارف ايه اللي هيحصل بالظبط. لكن لا، اديك مثال واضح وصريح، لو اتفرجت على ريال مدريد عمرك هتعرف ايه اللي هيحصل، عمرك هتعرف فينيسيوس هيعمل ايه، بلينجهام هيعمل ايه، رودريجو بيلعبوا ازاي، ايه الطريقه، التشكيل، البوزيشنز، مفيش. لان كل حاجه فيها مفاجاه، كل حاجه فيها تغيير. هم مرنين شويه، كارلو انشيلوتي مرن شويه. سؤال الحلقه دلوقتي، انا في لعيب لعب مع جوارديولا و... وكسر الدنيا، لعب في كل حته في الملعب تقريبا. جوارديولا مشاه، راح برشلونه، ما تعرفش ايه اللي حصل. مشى من برشلونه ودلوقتي بيلعب في السعوديه. اللعيب ده من احرف اللعيبه اللي بيلعبوا في الاربعه اللي ورا، اللي جت في اخر مثلا 10 سنين، بيلعب بيمينه وشماله، واحد على واحد، بيعدي، هداف، وكل حاجه حلوه. لو عرفت انا بتكلم على مين يا ريت تقول. سلام.